كوساين اكس سكوير ماينس ساين اكس سكوير بيطلع كوساين ماشي. تكامل الكوساين دي من حساب المثلثات. تكامل الكوساين ساين يعني ايه مثلثات اسرع؟ تكامل الكوساين ساين وانت عندك الفانكشن جواها 2 فهتطلع بره يبقى نص ساين بس كده. لا ينسى السي هينقص تمام. حد يعرف يقول دكتور بعد اذنك ما كنتش سامع ما دخلش سامع الكلام ده؟ لا ما كنتش كده بس. طب خلاص ممكن بقى تذاكر يعني نشوف اي فيديو كده يشرح لك من دلوقتي المحاضره ما فيهاش وقت ان احنا نشرح حساب الفكره. هو دلوقتي المحاضره ان احنا نغطي المنهج بتاعنا ونشوف اي حاجه تشرح لك واحد زائد ان سكوير اكس. السلام عليكم. لو كنت من الناس الجامدين اللي كانوا في ثانويه عامه وبعد كده ربنا كرمهم ودخلوا هندسه، ولو كنت حد ربنا كرمه بزياده ودخل هندسه القاهره، فاول يوم وانت داخل السكشن كده داخل فرحان وكل معالم السعاده باينه على وشك، وجات عينك على كرسي فقعدت عليه، وكان الكرسي ده بالصدفه قاعد فيه واحد صاحبك اللي هيبقى صاحبك ال4 سنين الجايين. فجأة دخل المعيد وبيشرح حاجة انت عارفها، ولحسن الحظ كانت حاجة انت لسه واخدها من شهرين، وكان المعيد بيشرح statics. وفجأة في عز الشرح وانت شايف ان الدنيا سهلة والجو بسيط وايه ده والدنيا حلوة، لقيت واحد جاي من ورا وبيسأل سؤال: باشمهندس هو يعني ايه فورس؟ باشمهندس يعني ايه دايركشن؟ فانت في 1000 سؤال جه في دماغك، اللي هو ازاي بيسأل على حاجات زي دي؟ ازاي ده احنا لسه داخلين، ده احنا ما لحقناش ننسى. وفجأة قطع التساؤلات دي كلها في دماغك ان هو قال له: يا باشمهندس انا ما درستش اي حاجه من اللي حضرتك بتقولها. فقبل ما دماغك تبدا يعني تفكر اللي هو ازاي ده جه هنا، وتبدا بقى ان انت تطلع كرات الدم العنصريه اللي عندك عليه، وتبدا تقول حاجات ممكن تزعله او ممكن تزعل الناس منك، فكر الاول: هل احنا مثلا ممكن ناخد اي حد يخش عن هندسه عادي؟ لا طبعا. الناس دي ناس يعني عقلياتها جامده برضو، بس هم جايين من مكان مختلف عنك. هم ما كانوش ثانويه عامه، هم في ناس كتيره منهم جايه من اماكن مختلفه، زي مدارس انترناشونال، زي مدارس امريكان، جايين من شهادات عربيه سواء سعوديه او قطريه او اماراتيه او في عندنا شهادات سودانيه كتير. والناس دي عندنا نسبتهم مش قليلين خالص، يعني تقريبا اكتر من نصهم من الثانويه عامه، يعني اكتر من نص الدفعه كلها من الثانويه عامه، فده نسبه مش بسيطه. والناس دي بتواجه مشاكل كتيره قوي، يعني انت ما تعرفش عنها حاجه. بتواجه مشاكل ان المحتوى اللي بيدرس نفسه ممكن يكون هو ما يعرفوش، بتواجه مشاكل ان التعامل نفسه مختلف عن اللي كان بيتعامل بيه، بتواجه مشاكل كتيره اجتماعيه، وبتواجه مشاكل كتيره في الحاله كلها اللي هي مش متعوده عليها، مش متعوده على حاجات المنافسه اللي هي كانت في الثانويه عامه دي. لا، هو ما عداش بالكلام ده كله. هم بيختلفوا من ناس لناس، يعني مثلا الانترناشونال غير الامريكان غير الشهادات العربيه، كل واحد فيهم بيبقى في ناس فيهم خدت حاجات يعني اقل تفصيل من اللي انت خدتها في ثانويه عامه، وناس فيهم ما تعرفش اي حاجه عن اللي انت خدته، وناس فيهم يعني في عندهم خلفيه بس مش قوي. فكل واحد فيهم من دولك بيعيش يعني مأساة تانية غير اللي انت عايشها خالص، غير مأساة ان انت بعد كده مش فاهم، وبعد كده لا، هو بعد كده هو ما عندوش الاساس اصلا ان هو يفهم بيه. فاحنا جايين النهارده ان احنا عملنا استبيان مع الناس دي، اللي هو ايه المشاكل اللي قابلتهم، ازاي اتغلبوا عليها، وازاي قدروا ان هم يتخطوا الحاجات دي كلها. وكان يعني صراحة عملنا معاهم لقاءات، وكان صراحة مفيدة جدا لأي حد بيفكر يخش، سواء هو يعني لسه جاي من بره أو هو خلاص دخل وعايز حد ينقذه من الورطة اللي هو فيه ده.
لاني ناس كتيره من الناس اللي بتدخل دي للاسف ما بتكملش. للاسف بتكون الضغوط اللي حواليها، سواء ضغوط الاهل، ضغوط الدراسه نفسها والجو العام بيبقى كبير عليها، فبتطلع ما بتكملش. فاحنا جينا ان شاء الله ان احنا النهارده هنتكلم مع كل واحد فيهم بالتفصيل، هنشوفهم هم عملوا ايه الحاجات اللي كانت خلاص هتكسرهم ان هم مش هيكملوا. وسجلنا معاهم يعني مجموعة فيديوهات اتمنى ان هي تكون مفيدة للجميع، واتمنى ان كل اللي يشوفها يستفاد. والسلام عليكم.